اسمي موهيب التومي، مجاز في الرياضيات. كما التوانسة الكل نحاول ندبر راسي باش مكنش خدمة. نهار 6 جويلية 2015 جيت فرقة من الشرطة سالي من الدار. ظهر انه عندي معناها جاهم فاكس من الداخلية في تونس تقول فما دي ستاتيو فيهم تطاول على رئيس الجمهورية وتهاجم وتحريض على الأمن الوطني. هم الاستاتيو كتبتهم على خلفية معناها عنف نتاع أفراد الشرطة، عنف قوي صار وشفت فيه تجاوز برشا للقانون. صحيح فما استعمال عبارات منافية للأخلاق، عم تعرف التوانسة كيفاش يسبوا. وقتاش هذوما استاتيوهات كتبتهم على خلفية فما استاتيو كتبتهم أنا في حكاية الرش في سليانة، فما واحدين كتبتهم على خلفية مظاهرة 9 ابريل 2012، على خلفية الصار في دوز كيفاش التصرف اللي صار مع قوات الأمن وبين الأهالي، العنف الغير مبرر. كل معناها بحير فيها بصراحة. نحس فما عودة دولة البوليس قام على قديم شيء قاعد يرجع. مشيت المركز بحثوني وجولي استدعاء لوكيل الجمهورية على اساس باش نقابل نهار 8 جويلية. قابلت وكيل الجمهورية وحددوا لي نهار المحاكمة نتاعي نهار 17 أوت 2015 في محكمة الناحية في حومة السوق. كلفت الأستاذ مهدي بن حمودة باش يطلع بالقضية هذه باش ينوبني هو فيها، والتهمة موجهة لي رسميا حسب هو معناها قذف العلني، عبارة زوز تعاركوا في شارع وسب واحد اخر شاهد عليه جماعة وشكا به. حسب الأستاذ معناها أصلا هو الجانب العلنية غير موجود في الحكاية، باعتبار أنه الكلام كتب على الصفحة على الحساب الخاص بتاعي مش على صفحة عامة وإلا حاجة. كيفاش تأكدوا من صفحتك الخاصة اللي هي معناتها صفحتك أنت مش بيراتي ولا واحد منتحل صيفتك، وكيفاش وصلوا للاستاتيوهات اللي أنت كتبتهم؟ هو مش صفحة، هي حساب خاص. هم ما كانوش ينجموا يثبتوا عليا شيء. هذا كان أنا قلت لهم راهو الحساب نتاعي أنا وراني أنا قلت الكلام هذا. قال لي يا أخي مستعرف، قلت له راني أنا مقتنع بالشيء اللي قلت. فما تجاوزات صارت، ما صارتش محاسبة. كان صارت محاسبة ما صرف حد هيك. كان صار ما صارش محاسبة. رد الفعل كان عنيف، اللغة كانت عنيفة برشا. قال لي يا أخي معناها ما نكرتش شيء. قلت له كان باش ننكر معناها أنا مصداقيتي مع روحي ما عادش. أنا قلت كلام وأنا مقتنع به. كيفاش وصلوا والله الحق مانيش عارف. هم حسب كلامهم جاء فاكس من الداخلية. أنا شك معناها ممكن فما شكون عمل فوق بروفيل ويتبع في ناس معينين، يدخل يشوفهم مش يقولوا، يحس عليهم كيفاش يخموا، يتبع في الحسابات بتاعهم كل شيء. بعث لي استدعاء طلب اضافه معناها على الفيسبوك، ماشي بالي واحد نعرفه واخذ التصور بتاعه هو كل شيء. ممكن يكون هو ممكن لا، حق ما نقدرش نقول. اما انا شكيت فيه خاطر معناها قالها لي كريمون في الواحد بتاعه. قال لي رانا رجل شرطه تونسي معناها مهمتي هي كنا باش نطيح. قعدت نضحك على الحكايه معناها. فما حتى شرطي يقول لك راني انا شرطي باش عسالك باش تقول. رايك شنو حسب رايك هذا معناتها في القضيه نتاعك هذه عوده للتكميم من الافواه وعدم يعني حريه التعبير في خاصه انه الفيسبوك يعني ما فماش قانون يحدوا ولا الحاجات خاصه معناتها. هو العوده معناها باش نقولوا البروفيل قديم رجع له، اما راهم قاعدين يرجعوا. ما وكان مش الناس باش تسكت معناها باش تولي تخاف وشيء، باش يولوا كل واحد عنده بوليس في مخه وعامل له اوتو سونسور واش تكتب واش تقول واش تخمم وكل شيء. العوده نتاع دوله البوليس قاعده ترجع بالقويه. اما الفرق بين قبل وتوا اللي هم قبل معناها يتصرفوا وحدهم، توا فما قانون بالخاص بحكايه الحرب على الارهاب هذه، ولا معناها يحاولوا يحدوا من الحريات لاقصى درجه. معناها واحد من النقابات الامنيين يحكي يقول لك الحرب على الارهاب ما تم كان بتسكير الانترنت. معناها هذا معناها في بالك ما في تونس اول شعب اول شهيد انترنت في العالم هو واحد تونسي زهير يحيى الله يرحمه. العمليه معناها كي يجي تو يسكر معناها الانترنت اللي هو فضاء للتواصل كل شيء معناها بحجه محاربه الارهاب. معناها كان قاعدين نعطوا في نصر الارهابيين. محاربه الارهاب عمرها ما تكون تحد الحريات، بالعكس انا نشوفها محاربه الارهاب تكون
بزياده من الحريات، بالاستماع اكثر لمشاغل التوانسه، مش باش يجوا ناس يعيشوا في برج عاجي ويخلوهم ياكلوا بعضهم ويشربوا ماء البحر. معناها راك حريه الانترنت وحريه التعبير على الانترنت او الفيسبوك او مواقع التواصل الاجتماعي معناتها لازم يتحد حسب رايك مثلا عدم السب او شتم الرؤساء مثلا كرئيس دوله يعني الشخصيات المهمه في الدوله، والا يجب ان يكون مفتوح يعني وتقيد ببعض الحريه. هي شوف اول حاجه الشخصيات العامه ما دام حطت في بوزيسيون تاع كونه باش يكون شخصيه عامه راه لازم يكون معرض لكل شيء. كما نقولوا فيها احنا اللي ينغر ما يلعبش، اللي ينغر ما تفدلك ما يفدلكش. معناها هذه ابسط حاجه في الحكايه. باش تولي السبله معناها باش نحموا اعراض الناس كون نسكروا الحريات، لا ماهيش هذه العمليه، ماهوش حل. وعمرها ما كانت معناها الامن نحافظ عليه بالحد من الحريه. انا بالنسبه لي انا كماتيماتيسيان الامن والحريه دو باز، ما يلزمش يكونوا لي فيكتور ديبوندون بعضهم، كل واحد وحده. الامن وحده والحريه وحده، حق فيهم الزوز. الان صحيح تقولي عندهم الامكانيات ضعيفه والا حاجه، نمشي معك، وفر من الامكانيات باش التونسي يبدا عنده ثقه في الامن نتاعو، مش يبدا خايف منه ويحسوا الامن هو عدو ليه كما الارهاب ولا حاجه اخرى. برشا ناس تخاف من الامن اكثر من تخاف من الارهاب في تونس. مهم في الاخر نادم على الستاتيوات اللي كتبتهم ولا؟ هو سالني قال لي نادم على الكلام اللي قلته ولا؟ قلت له والله نادم اللي فما ناس تمست معناها وما عملتش بالشيء هذا. اما ما نقدرش نقول لك نادم انتجرالمون على الستاتيو، على خاطر الكوز نتاع الستاتيو انتم اللي عملتوها، مش انا راقد في الدار قمت والله صباح على عصافير تزقزق كل شيء مشيت فديت كتبت الستاتيو. لا، فما سبب وفما نتيجه. معناها فما رابط عقلاني بين الحاجتين، انت تعمل انا نكتب. كان انت ما عملتش انا ما كتبتش. هذيك كيفاش صارت الحكايه. كان جيت مثلا سبيت جراتويتمون، معناها هم شافوا كان الستاتيو اللي سبيت فيهم، ما شافوش مثلا الستاتيو اللي تعيد فيها الاصلاح اللي برشا حكايات. شافوا كان كون السبب، ما شافش مثلا كي نقول لك تبدا تحارب الارهاب تحاربه باش بالصحه والتعليم. شافوا كان شافوا كان معناها كانوا يعني اللي فيهم شتم واللي فيهم قتل. الوجوه فرق اللحم، عباره هيك. لا، محاربة الإرهاب تبدأ بتوفير الصحة والتعليم للناس الكل. أبسط حاجة، هذه أبسط حاجة تحارب بها الإرهاب. يولي إنسان عنده ثقة في الدولة، أما إنسان عنده ثقة في الدولة أكيد مش يولي إرهابي. إنسان دولة ما تكفلوش حقوقه الأساسية، حقه في التعبير، حقه في الضمير، حقه في إبداء الرأي نتاعو. هذا كل هذاك ديجا إرهاب الدولة. معناها كانوا سيدي الإرهاب تو احنا نقولوا من الثمانينات جاء في تونس. ما ارهاب الدوله فما اغتيالات، مازلنا كي جد الذكرى نتاع اغتيال صلاح بن يوسف. هذاك ارهاب دوله مش ارهاب دوله. وينهم المتورطين في الحكايه هذه؟ جماع لازر الشادي تو الكادافر نتاعهم مش معروفين مدفون. هذا ارهاب دوله مش ارهاب دوله. كله فينومين يجيب بعضه. انت سبب انا النتيجه. راني ما جيتش من المريخ معناها هبطت هنا باش نقول كلمتين كيما جاو ونمشي. معناها نجي انا ولدت هنا في تونس، كبرت هنا، قريت في المدرسه التونسيه، مخي تحل في فتره الشباب نتاعي. يعني من حقك كشاب واعي مشاكل بلادي ومشاكل شعبي لازم ندافع عليهم. انا ما يساعدنيش انا معناها نجي تكون سلبي يعني نشوف قبل الناس كيفاش يضحكوا علينا. راهو يوتيوب ما قدوش يحلوه في تونس. راه فما ناس متشكيه منها مثلا متقلقين من اليوتيوب. علاش؟ خاطر اليوتيوب فيهم لي فيديو اكس، فيهم الافكار اللي تجي من الشرق نتاع اللي تصنع داعش وكل شيء. انت كون السبب باش التونسي يمشي يشوف كان الحاجه الباهيه. معناها سامحيني في الكلمه، فما نحل، فما البوبزيزي النحل يمشي للنواره والبوبزيزي حاجه يمشي بس ما تصلحش. المهم حسب رايك شنو نتيجه القضيه نتاعك؟ والله هو ان شاء الله عدم سماع الدعوه. ما بصراحه خاطر كان معناها باش تولي حكايه عدم سماع الدعوه، خلاف عدم سماع الدعوه راه معناها ضرب كبير لحريه التعبير. ما نقدوش نذكروا الشيء هذا ولا حاجه. وممكن تكون غرامه خفيفه معناها كف صغير على خاطر شنو فما ناس تمثل تكون. فما ناس مثل ممكن كان طلبوك بالاعتذار تعتذر على الكلام اللي قلته. هو انا راني معناها في ليلتها هبطت ستاتيو معناها في الفيسبوك قلت فيه راني نعتذر من كل انسان تمس من الكلام بتاعي انا قلته. هو ما دارش شيء لتونس ويخدم فيها بقلب وضمير. انسان يده نظيفه، انا نحط يدي في يده.
فهمت معناها انا وحدي من غير ما يقول لي ترى هبط تاع اعتذار والا حاجه معناها من منطلق كانسان واعي معناها التصرف نتاعي هذا ابسط حاجه كوني نعتذر من الناس اللي تمسك بالكلام تاعي ما قلت له ما عملت حتى شيء. اما زاد معناها يشوفوا هم زاد ايش عملوا اسكو معناها ما عادش نحكوا توا هم كجهاز دوله معناها يقول لك مثلا مش الكل كيف ولا حاجه. بالنسبه لي انا اجهزه الدوله كيما الماء سيفي تحت فيه قطره مسخره الماء مسخر حتى كان يبداش 10,000 لتر سيفي ما حسب قطره مسخره باش يكون الماء مسخر ما عادش ما نظيف يا تكون نقي ولا ما تكونش خاطر انت تفرز فيها مش معناها انت راك تعمل امور باش تدخل ناس فما دي بروفيل معينين تفرزهم وتربيهم وكل شيء باش تخرج انت جهاز مفروض يكون يحمي البلاد ويحمي الشعب مش معناها باش ماناش ميليشيا معناها كيما جاي يركب كل شيء. المفروض هم يكونوا واعيين بالشيء هذا قبل ما نكون انا واعي به معناها هم يجروا كي يبدا تشوف انت بوليس مثلا يسوق في موتور ماهوش لابس كاسك ومن يوقف الناس اللي لابسه كاسك. كي تشوف انت بوليس يسوق في كرهبه ويوقف ويتكلم بالتليفون يوقف الناس تتكلم بالتليفون وهي تسوق الكرهبه. من هنا هذا المفهوم تاع العبث كونك انت تعمل الشيء وتحارب في النقيض نتاعو وتحارب فيه معناها ما يجيش هذا. لازمك انت تكون عندك مصداقيه لروحك باش الناس تصدقك انت وتقتنع اللي انت تحمي فيهم مش قاعد تستغل في النفوذ نتاعك عليهم. كلمه الختام مهم باختصار. والله نشكر الناس اللي وقفت معايا بالاخص المحامي نتاعي بالاخص لينا بن مهني وعم الصادق بن مهني الوالده نتاعي معناها اللي قالت لي عايش ولدي معناها قالت لي انا ضد كلام زايد تقول فيه اما نحبك توقف على المبادئ نتاعك وتدافع على افكارك للاخر. فما جمعيات ولا منظمات اتصلت بك وساندتك؟ والله جمعيات والا منظمات الحق ما معناها فما افراد ناشطين في جمعيات ومنظمات. نذكر منهم في ريال رادي شرف الدين عضو جمعيه كلام معناها اتصلت بها وتقابلت وتبنت القضيه نتاعي كل شيء. الاحزاب لا ما اتصل بها حتى حزب الحق الى اللحظه هذه ممكن تصلوش بين من هنا للمحاكمه ممكن تصلوش بها الاحزاب اما الواحد ما اتصل بها حتى فما اشخاص معناها ينتموا لرابطه تونسيه لدفاع عن حقوق الانسان تلاقيت معاهم ومعناها وعاونوني معناها باش نشوف كيفاش نتصرف في الحكايه معناها سهلوا لي خففوا على قليلا من الوطأة نتاع الحكايه عليا انا. الفاميليا نتاعي معناها فما برشا ينفوا معايا من الفاميليا بالاخص الحكايه في رمضان صارت وبريود وقتها معناها حاله طوارئ مازالت تعملت فما برشا ناس توقفوا على حكايه داعش فما شكون فاميليا تقلق وكل شيء. نشكر كل من تعاطف معايا حتى بكلمه حتى بجام على فيسبوك فما حمله كبيره صارت على فيسبوك متعاطفين معايا برشا على ناس ما نعرفهمش كل شيء جست معناها مؤمن بانها قضيه ناس ما نعرفهمش برشا اسامي تغيب عليا ما قدرتش نوجه لهم تحيه ونشكرهم ويعطيك الصحه انت سامي اللي وقفتي معايا في الحكايه هذه بارك الله فيك.